السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا على قناتنا الحدث تيفي. تحية طيبة للجميع وتحية طيبة لكل متابعينا عبر تراب الوطن. إذا مشاهدينا الكرام، ترتقب مصلحة الأرصاد الجوية خلال يوم الأحد الموافق 29 من أكتوبر 2023، حيث سنسجل خلال الفترة الصباحية أجواء غائمة بإذن الله على أغلب الولايات الداخلية، وكذلك الولايات الشمالية للصحراء، على كل من ولاية تبسة، خنشلة، باتنا، باريكة، بوسعادة، الجلفة، الأغواط، البيض، النعامة، وكذلك كل من ولاية بشار، بني عباس، المنيعة، غرداية، ورقلة، تقرت، الوادي، المغير، وولاية بسكرة. وستبقى الأجواء مستقرة مشمسة بإذن الله على أغلب الولايات الشمالية الوسطى والغربية، وكذلك المناطق الجنوبية للصحراء. أما خلال أمسية يوم الأحد فستبقى الأجواء غائمة بإذن الله على أغلب الولايات الشمالية للصحراء، وكذلك الولايات الداخلية الشرقية، وأجواء مغشية جزئيا على أغلب الولايات الشمالية الغربية. أما فيما يخص الولايات الشمالية الوسطى والشرقية فسنشهد أجواء مشمسة بإذن الله، مرفوقة بهبوب رياح قوية نوعا ما قد تصل سرعتها وتتعدى 50 كم في الساعة، والتي ستميز كل من ولاية بسكرة، باتنا، باريكة، بوسعادة، المسيلة، برج بوعريريج، وولاية سطيف. أما فيما يخص حالة البحر فسنشهد بحر قليل الاضطراب على جل الولايات الساحلية الوسطى والشرقية، وكذلك الولايات الساحلية الغربية. أما فيما يخص درجة الحرارة القصوى ليوم الغد نسجل ما بين 23 إلى 26 درجة لأغلب الولايات الساحلية، ما بين 27 إلى 28 درجة لأغلب الولايات الداخلية، و30 درجة شمال الصحراء، ما بين 33 إلى 37 درجة بوسط الصحراء، و37 درجة بأقصى الجنوب. شكرا على المتابعة، ولا تنسى الاشتراك في القناة لنوفيكم بكل المستجدات.